اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم اميره سلامه، والنهارده ان شاء الله وصفه جديده. هنعمل مع بعض المكرونه المحمره بس بطعم مختلف، طعم احلى بكتير. وكمان هنعمل كبد وقوانص بالبصل. اكله اقتصاديه وسهله وبسيطه، وكمان مش مكلفه قوي. طبعا بنزهق من اكل رز وطبيخ مكرونه اللي هي بقوطة، يعني مكرونة بشاميل الكلام ده كله، فبنحب نغير شوية. الأكلة دي هتحبوها جدا جدا، سهلة وبسيطة خالص وطعمها تحفة. شايفين المكرونة بتاعتنا لونها ذهبي ومفلفلة ازاي؟ تحفة، طعمها تحفة. يلا نشوفها نعملها ازاي. في حلة على النار هحط معلقتين من الزيت كده واسيبهم يسخنوا كويس جدا جدا جدا. واكون انا محضرة عندي كمية من الكبد والقوانص، نقعها طبعا في ملح وخل وليمون. وهنا حطيت كمان معلقة من السمنة، يعني معلقتين من الزيت ومعلقة من السمنة. ممكن تستغنى عن السمنة خالص، بس هي بتدي طعم حلو. نقعت الكبد والقوانص بتاعتي وشطفتهم كويس وصفتهم كويس جدا جدا. هنا خلاص السمنة والزيت سخنوا كويس جدا معانا، لازم يسخنوا كويس جدا عشان الكبد والقوانص بتاعتنا ما تنزلش المية بتاعتها وتنشف. خلاص انا شطفتها وصفتها كويس. هضيف بقى الكبد والقوانص بتاعتي. شايفين انا حطها في مصفى اهو. شايفين الزيت بيغلي ازاي؟ لازم نوصل للمرحلة دي عشان ما تنزلش المية بتاعتها. طبعا مش هقلب خالص، انا بفردها بس في الزيت كده. واول ما احس ان هي خدت لون معايا اديها تقليبه بسيطه واسيبها برضو لغايه ما تاخد لون زي ما هتشوفوا دلوقتي. شايفين انا سايباها اهو شويه لغايه ما تاخد لون. حسيت ان هي خدت لون كده، حتى ظاهر قدامكم اهو. هديها تقليبه بقى عشان تاخد لون كمان من الناحيه التانية. ممكن تستغنى عن الخطوة دي وتحطي الكبد والقوانص مع البصل وكل حاجة مع بعضها، بس الخطوة دي احسن. الكبد والقوانص بتاعتي بتتشوح كده وبتدي نكهة وطعم حلوين جدا. طبعا ممكن تقطعوها برضو، مفيش مشكلة، بس انا حبيت ان انا اعملها سليمة. بدي تقليبة واسيبها على الناحية شوية. هضيف بقى حوالي معلقة صغيرة كده تكون مليانة من بهارات الفراخ، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، ونص معلقة صغيرة من الكمون. وكمان هضيف الملح بتاعي. حابة تحطي توابل زيادة عن كده براحتك، بس انا كده تمام. هدي تقليبة بقى مع التوابل بتاعتي عشان تشرب برضو من التوابل. وكمان التوابل مع زيت بتدي ريحة حلوة كويسة جدا، وكمان الطعم بيبقى مميز. اديتها تقليبة اهو، كل شوية بديها تقليبة كده. كده خلاص اتشوحت معانا كويس جدا جدا. هكون انا مجهزة معايا بقى بصل مقطعاه جوليان او جوانح او مكعبات اللي انت حباه، وقرن من الفلفل ونص قرن من الشطة كده. انا ما كترتش عشان الشطة بتاعتي حراقة. لو انتوا بتحبوا السبايسي حطي القرن كله عادي، مفيش مشكلة. حطيت البصل بتاعي اهو، هديها تقليبة برضو. وكده يعتبر خلصنا وصفتنا. بذمتكم في حاجة اسهل من كده؟ الصيف داخل وعايزين اكلات الانجاز السريع عشان الحر وبهدلة المطبخ. الوصفة دي تنفعكم كويس جدا. خلاص اديت تقليبة اهو، هغطي بقى وهدي عليها النار خالص تستوي براحتها والبصل يدبل وتشرب من بعضها. بس كل شوية بكشف الغطا بديها تقليبة وبرجع تاني اغطيها واسيبها تستوي. اقل من نص ساعة تكون مستوية معاكي. شايفين هنا كانت خلاص داخلة على سواية. البصل دبل معانا وبقى فيها صوص كده رهيب رهيب مع المكرونة، وهي خلاص قربت تستوي معانا. اغطيها كمان شوية. وهنا خلاص كده استوت معايا خلاص. شايفين شكلها تحفة وطعمها وريحتها جنان. ممكن تحطي فلفل الوان لو انت حابة، بس انا كده وصفتي مظبوطة 10/10. شايفين شكلها؟ والله طعمها ومن ايديكوا هتبقى احلى. يلا بينا بقى نعمل المكرونة. في حلة على النار هنضيف فيها معلقتين من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة.
معلش الحلل بتاعتي مندمره كده، معلش. الحلل دي موجوده في كل بيت طبعا. انا حطيت الزيت اهو، هحط معلقه كبيره بقى من السمنه واسيبهم برضو يسخنوا شويه، وهكون مجهزه معايا كيس من المكرونه اللي هي الصغيره بتاعه التحمير، وهفضل اقلب فيها بقى لغايه اما تاخد معايا كلها لون واحد. نار عاليه او متوسطه مش هتفرق، بس لازم تكون ايدك فيها على طول. وطبعا مادام بنحمر مكرونه او رز بنضيف الملح في الاول عشان بيديها كلها لون ذهبي. انا كده حطيت الملح بتاعي، بس اعملي حسابك ان انت هتحطي مرقه من الدجاج، فما تكتريش الملح اوي. هنا هفضل اقلب بقى كل شويه ايدي فيها على طول لغايه اما لونها يغير معايا وتاخد كلها لون ذهبي. هنا هي ابتدت تاخد معايا اللون اهي شويه. اوعي تمشي وتسيبيها ولا اي حاجه، عشان ما يبقاش معاكي شويه غامقين وشويه فاتحين، احنا عايزينها كلها لون واحد، لونها يفتح النفس كده. هنا خلاص اهي كانت خدت معايا اللون المظبوط، شايفين شكلها تحفه. بس هي الكاميرا كالعاده يعني زلمه لون الحاجه. وهنا بقى انا مجهزه معايا حوالي 3-4 حبات من الطماطم، فرمهم وحطيت عليهم 2 مكعب من المرقه ونص معلقه صغيره من الكمون والفلفل الاسمر والكزبره، وكده تمام. الصلصه هنا يا جماعه بتدي للمكرونه ريحه وطعم تحفه تحفه، غير لونها كمان. هنا قلبت الصلصه والتوابل مع المكرونه، هضيف بقى الميه المغليه بتاعتي. طبعا زي ما احنا عارفين مكرونه او رز بنزود ميه مغليه، ده الاحسن يعني عشان الحاجه ما تعجنش معاكم، وغير كده عشان تغلي بسرعه. فانا لما ببدا في الحاجه بكون مولعه جامد على الميه على طول. هنا خلاص زودت الميه اهو. المكرونه المحمره زودوا الميه براحتكم، ما تقلقوش خالص. يعني لو الميه زادت منكم تمام ما تقلقوش، هي اساسا بتحب الميه الزياده عشان تستوي معاكي كويس. اديت تقليب اهو، شايفين الميه بتاعتي حمرا وحلوه ازاي. بس ما تكتريش القوطه قوي، يعني هو اخرك قوي 3 أو 4 حبات لنص كيلو. هنا خلاص غليت معايا، غطيت بقى، هفضل مغطيه لغايه اما تتشرب معايا كويس على نار عاليه. هنا خلاص اتشربت اهي، هديها تقليبه وهدي عليها النار خالص بقى زي الرز لغايه اما تستوي كويس معايا. ما شاء الله اللهم بارك، حلوه جدا. لو وصلتوا معايا لغايه دلوقتي من الفيديو بالله عليكم ما تنسوش تحطوا لايك وكومنت حلو منكم، وتفعلوا الجرس على الكل، وتشتركوا في القناه عشان يوصلوكوا كل الفيديوهات الجديده. يا ريت يا ريت ما تنسوش تحطوا لايك وكومنت حلو منكم. هنا خلاص كانت المكرونه بتاعتي استوت اهي وتمام التمام، شايفين شكلها مفلفله ومستويه ومش لازقه في بعضها ولا معجنه ولا اي حاجه. شايفين شكلها قمر. شوفيها واعمليها على طول مش هتندمي والله. تكة القوطة مع المكرونة المحمرة بتغير طعمها نهائي، بتخليها تحفة. هنا خلاص انا غرفت الاكل بتاعي اهو. شايفين بقى المكرونة حلوة جدا ومفلفلة، والكبد والقوانص بتاعتي تحفة، وخلطة البصل والتوابل والصوص القمر ده حلو جدا جدا. شايفين شكلهم؟ تعالوا كلوا معانا بقى. شايفين لون المكرونة عامل ازاي، وكلها لون واحد وطعمها حلو جدا. جربوها وقولوا رأيكم في الكومنتات. ايه رأيكم بقى؟ يا رب اكون قدرت اعمل لكم وصفات على قد الايد، وان شاء الله نعمل وصفات اكتر واكتر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واستنوني في وصفات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.